مرحبا، اسمي آني سكاب، أنا مخرجة غنينا قصيدة The Poem We Sang. غنينا قصيدة هو بيحكي عن صدمة أجيال بسياق فلسطين. شعر خليل السكاكيني نحن قوم أبيون هو شعر كتبه سنة 1925 لما كان خليل السكاكيني حاسس إنه في إشي عم بيصير بفلسطين. كان بعد البلفاور ديكلاريشن بال 2017، وفي رسالة من خليل السكاكيني لابنه سري بعت له إياها سنة 1937. بيحكي لابنه سري: شايف يا سري، نحن قوم أبيون، وأنا كنت عارف سنة 1925 رح يصير هيك بفلسطين. فهذه القصيدة بصراحة ما بعرف من وين الميوزك إجت، بتخيل إنه كان يغنيها لطلابه، لأنه خليل السكاكيني كان كتير ثوري وكتير طريقته بالتعليم غير عن التدريس. هلأ ما كان يآمن بالامتحانات، كان يستعمل الموسيقى والتمثيل حتى يعلم عربي بالمدارس. فأنا بتخيل إنه كان يعلمها لطلابه. البابا وعمي كانوا يغنونا هاي القصيدة، فإحنا ربينا على اسم خليل السكاكيني. فكل ما يتذكروا عن فلسطين يبدوا يغنوا نحن قوم أبيون. فخليل السكاكيني هو جزء من تاريخ عائلتي. فلما إجا وقت إنه بدي أحكي قصة عن عائلتي، اتذكرت أغنية خليل السكاكيني وقلت كيف هاي الأغنية مش موجودة. فحسيت إنه لازم أعمل فيلم عشان أطلع هاي الأغنية وأرجعها لفلسطين. كانت مدفونة بذاكرتنا. أنا لما كنت بدي أعمل فيلم بيحكي عن الكالتشر والتراث وبيحكي عن الموسيقى الحلوة. عشان هيك حطيت كتير ميوزك بالفيلم، لأنه I wanted يعني to appreciate العود، الميوزك، البويتري، لأنه بحس كل قصصنا عن الحرب، بس ما بقدر أحكي عن الشعر وما بقدر أحكي عن هاي الشغلات وما أحكي عن الحرب، لأنه أصلاً الشعر هو عن المقاومة، هو عن حب الوطن، هو عن المقاومة بكل ما يملك الواحد. ضروري أحكي عن الشغلات الحلوة عن فلسطين، بس بنفس الوقت ما بقدر أحكي عنها وما أحكي عن الألم. الشغلات الحلوة عن فلسطين هي الشغلات اللي أنا بتذكرها لما كنت أروح وأنا صغيرة، زي الياسمين بالشارع، لما تمر بالشوارع تشمي ريحة الياسمين. اللوز بتذكره إحنا صغار كنت أستنى أروح على بيت لحم عشان أروح عند جارة ستي عشان أقعد على العتبة تبعتها تعطيني هاون عشان أكسر اللوز عشان أكل لوز. لما أنا حكيت بالفيلم عم بدور على الفراشة، هاي فراشة بيضة، كان في حقل قدام البيت ببيت لحم، كنت دائما نروح ونحاول نلقط فراشات من هاي الحقل. فأنا بالفيلم عم بدور على هاي الفراشة، والفراشة هي حرية وهي بتحكي عن الحرية. حاولت أوصل هاي الفكرة مش بس بالطريقة كيف عملت الفيلم، كمان بالأصوات. الأوديو كان كتير مهم بالنسبة إلي. كيف بدي أدخل أصوات البومينج وكيف بدي أدخل الميوزك عليها. لما يكون في وجع دائما لازم يكون في أمل، وما بدي أحكي بس عن الوجع وما بدي بس أحكي عن الأمل، بدي أحط التنين مع بعض. فأنت بتسمعي الخبط وبعدين بعد شوي بتطلع نتفة ميوزك. طريقة خلط الوار with music برضو حتى أوصل هاي الفكرة. كل سنة كانت عطلتنا الصيفية لما كنت بالمدرسة لحديت مسار عمري تقريبا 14-15. كل صيفية كنا ننزل شهر نقعد في بيت لحم. الرحلة كتير بتذكرني بشغلات وكتير بحن لبيت لحم كيف كانت وهلأ كيف صارت يعني. فبعد سنين كتير طويلة رجعت على بيت لحم. أول إشي صدمت فيه الحيطة لما وصلت وحسيت إنه مش قادرة أطلع على الجبال، مش قادرة أمد نظري. فكانت كتير صدمة. أنا يعني الحيط بتشوفيه بالصور، بتشوفيه بالفيديوهات، بتشوفيه على التلفزيون، بس ما بتتخيلي إيش الشعور ممكن يكون لما تشوفيه قدامك. حسيت حالي بسجن. كانت عن جد صدمة كتير كبيرة. المنتل استراتيجي إنه بحاول ألاقي الشغلات اللي بحب أعملها. واحدة من الشغلات اللي ريلي بحب أعملها هي أنيميشن. لما عملت هذا الفيلم كان كتير صعب علي من ناحية إنه عم بحكي عن عمي الياس، كان كتير يحبني وأنا صغيرة، ولما كبرت انشغلت كتير في حياتي وما رحت أشوفه وأنا كبيرة. كان عندي كتير ندم وكتير وجع إنه ما تواصلت معه وأنا كبيرة. فلما إجيت أعمل الفيلم طلعت كل الرسائل تبعته القديمة. فهاي الرسائل أخذتني يمكن شهر حتى أطلع من الديبريشن اللي أنا كنت فيه، إنه عم بقرأ رسائله وقديش كانت حلوة. كنت ما تواصلت معه لأنه كنت مشغولة في حياتي مش لأي إشي تاني. هذا الندم وهذا الوقت اللي
اللي احنا بنقضيه واحنا كبار وبننسى العيلة وبننسى الأصحاب أثر فيي كتير. فواحدة من الشغلات اللي عملتها إنه قرأت مكاتيبه كلها وتأملت فيها كتير، وآي ديسايدد إن حتى أقدر أعمل هذا الفيلم أنا ما رح أستعجل هذا الفيلم، رح أعمله كتير بطيء ورح أخذ وقتي فيه ورح أتأمل فيه ورح أفكر بكل إشي، كل إشي بحس فيه بدي أطلعه بهذا الفيلم. فما فرقت عندي إنه ينعمل بسنة أو ينعمل ب3 سنين as long as إنه بقدر أطلع كل شيء أنا حاسة فيه. فعشان هيك أخذ كتير وقت لا أصوره وأخذ كتير وقت للمونتاج. كل سين كل ثانية أروح أصورها وأرجع أحطها، أقول لا ما عجبتني I need to shoot it again، أروح to shoot it again، أضبطها، أحط الميوزك، أصوات الحرب، أعاود أرجع. فالفيلم صورته ومنتجته بنفس الوقت وأخذ حوالي 1.5 سنة. هذا البروسس of التأمل، البروسس of إني أفكر كل لقطة إيش بتعني، كل إشي إيش بيرمز، كل إشي إيش بيحكي. هذا كان كتير مهم لأنه أعطاني الوقت إنه أتأمل بالفيلم وأعطاني الوقت إنه أفكر كل إشي إيش بدي أحكي فيه. أنا بدي لما الحدا يحضر الفيلم ما يعرف إيش أنا صورت وإيش أخذت من الأركايف. فأولا استعملت كاميرا كتير قديمة عشان يطلع ريلي باد كواليتي، عشان يطلع زي الأركايف أول شيء. تاني إشي أخذت 3 أشهر وأنا بدور على الأرشيف. لقيت كتير أرشيف من محطات أخبار إعلامية أجنبية، وطبعا ما كنت بدي أستعملها لأنه كلها بتيجي من منظور كولونيال، من منظور أجنبي، وما بتحكي قصتي وما بتحكي اللي أنا بدي أحكيه. وحتى الأرشيف العربي دورت بالمتحف الفلسطيني، دورت كتير محلات وما لقيت كتير. إحنا كلنا بنعرف ليش، لأنه إحنا الأركايف تبعنا والأرشيف تبعنا دائما مسروق، دائما مأخوذ منا. بالآخر لقيت الأرشيف تبع الأونروا، وأرشيف الأونروا حضرت كل الأفلام، شفت كل الصور، كتير منهم بورجي لاجئين، إنه ما بدي الفلسطينيين يكونوا لاجئين بالفيلم. I want to give pride لفلسطين وللكالتشر تبعتنا، ما بدي أورجي refugees. لقيت فيلم واحد قصة بنت لاجئة أهلها راحوا بال48 راحوا لبنان، وهي راحت على مركز تدريب برام الله. أول إشي حسيت فيه إنه لو أنا كنت هاي البنت إيش بحس. ربطت حالي بحياة هاي البنت وحسيت هاي البنت ممكن تحكي قصتي، عشان هيك بتشوفي نفس الكاركتر بالفيلم. وربطت قصة البنت الكبيرة بالمركز بقصة البنت الصغيرة اللي أنا صورتها، وحطيت التنتين مع بعض. فحسيت إنه في صار conversation، في حديث بين البنت الكبيرة والبنت الصغيرة من غير ما أحكي إنه في حديث. يعني هداك أرشيف قديم وهذا أرشيف جديد، وعملتها بطريقة إنه ما حدا الواحد يعرف وين الماضي وين المستقبل. اللي عم بمروا فيه هلأ بفلسطين وبغزة هن مروا فيه بال48، بس لأنه ما كان في حدا بيصور ويحط سوشيال ميديا حتى نقدر نشوفه. هلأ شعب عم بيوثق الإبادة، ما كنت أتخيل بحياتي إنه رح أمر بهذا أو أشوفه. فأكيد السوشيال ميديا مع كل الشغلات الغلط اللي فيها هو كتير مهم للتوثيق. عندي ريفرنسز للوقت بالفيلم، لما بقول وقتك أو وقتي اللي هي الستوب واتش، أنا حطيت الستوب واتش ساعة التوقيت لسبب يمكن أنا الوحيدة رح أفهمه محدش تاني رح يفهمه. إنه بحس كفلسطينيين عايشين جوا فلسطين دائما سارقنا الوقت، وفي حدا عم بيعمل كنترول إمتى إحنا رح نموت وإمتى إحنا رح نعيش. لأنه كفلسطيني عايشة جوا فلسطين بتطلع من البيت ما بتعرفي أنت رح تموتي ولا رح تعيشي. لما أنا سألت عمي your time or my time، أنا ما كنت عم بحكي على وقت اللعب لأنه كنت عم بورجي عم نلعب زهر. أنا كنت عم بحكي هو وقتك أنت تعيش ولا وقتي أنا أموت ولا بالعكس، وحطيت الستوب واتش. فهذا كله ضغط الوقت ما بيعرف الواحد وين هو. الأغنية، أنا الأغنية كتير مهمة عندي، اللي حابة أعمله. أنا حكيت مع مركز خليل السكاكيني برام الله إنه أهدي هاي الأغنية لفلسطين، ولأنه مركز السكاكيني هو مركز السكاكيني رح أعطيهم الأغنية، ورح نعمل لونش للأغنية ب23/1 اللي هو عيد ميلاد خليل السكاكيني. وهلأ عم بطلب من كتير ميوزيشنز بعرفهم أو أصدقاء بيعرفوا يغنوا أو بيعرفوا يلعبوا آلة موسيقية إنهم to recreate هاي الأغنية حتى for them to own it. والشغلة الثانية اللي عملتها أنا أخذت منحة من مركز قطان برام الله، أوركسترا لأغنية مع عازف العود طارق جندي بالأردن. الأوركسترا بحب إنه أقدر نعملها performance مع screenings مع الفيلم، لأنه حاسة هاي الأغنية لازم ترجع لفلسطين. فبهاي الطريقة بحس إنه it's the best way to do it. It's injustice لما أنت تعيشي، وأنا ما بحكي عن حالي، أنا فلسطينية عايشة برا فلسطين، ما بقدر أحكي كتير عن
الفلسطينيين اللي عايشين جوا فلسطين، لأنه هن بيعانوا ألم كتير أقوى. إحنا الألم تبعنا غير، إحنا ألمنا الحسرة، ألمنا الندم، ألمنا الحنين للوطن. هن ألمهم السيرفايفل. لما تشوفي ما في عدالة بالعالم، هذا بيخليكي يعني تحسي بالانجر all the time، إن الواحد مقهور طول الوقت. إيش بده يعمل؟ لما تشوفي الناس اللي عم بتمر فيه، وخصوصا هلأ الفلسطينيين اللي عم بمروا فيه، ما بيقدر الواحد يقعد ساكت. فهذا بيعطيكي دافع إنك تضلي تحكي، لأنه إذا ما بتحكي هويتنا بتروح. وأنا خوفي من هون ل50 سنة ما يكون في فلسطين، إيش كتير بيحزن. فهذا بيعطيني دافع إنه أضلني أحكي عن فلسطين. لفت الفيلم بالفستيفالز برا، بصراحة it was amazing. حسيت الناس بدها تعرف عن فلسطين. النرويجن شورت فيلم فستيفال، السبورت فور بالستاين كان مش طبيعي. وبرضه نفس الشيء لما راح على إيطاليا بنظرة فيلم فستيفال، راح الفيلم على مجتمعات كبيرة، مجتمعات صغيرة، على مدن كبيرة، مدن صغيرة. كتير الريسبشن كان فظيع، لأنه كتير كانت الناس تسأل أسئلة. وهذا اللي أنا actually بدي أعمله، إنه هذا الفيلم يروح للجامعات وللمدارس، لأنه بدي أحكي أكتر عن خليل السكاكيني، وبدي أحكي أكتر عن الشعر وعن الموسيقى. بالنسبة لمصر السكرينينج كان فظيع، كانت القاعة مليانة، وعملنا Q&A. It was really really fantastic. كنت بحب لو ضلينا فترة أطول حتى أحكي one on one. الفيلم هو أنا عملته للجمهور العربي مش للجمهور الأجنبي، فكنت حابة أكتر أسمع من الجمهور العربي. الفيلم هلأ ما رح يكون أونلاين، بس أنا عم بحط كل العروض تبعت الفيلم على الويب سايت تبع الفيلم www.thepoemwesang.com. إذا أي حدا بحب يشوف إمتى السكرينينج، إذا رح يقدر يروح على الويب سايت. أنا بحب أي حدا بحب يحضر الفيلم يبعت، لأنه بقدر أعمل سكرينينج بجامعات، بمدارس، بمراكز ثقافية، بمراكز cultural centers أو educational centers. أي حدا بحب يعرض الفيلم عنده بليز يتواصل معي، وإحنا بنشوف كيف نقدر نوصل الفيلم لإلهم. نحن قوم أبيون